اوكي يا اخوان، اليوم فكرة الفيديو اليوم ما انا جايبها من علي، لا بالعكس جايبها من واحد من المتابعين واسمه ادم. لو انت شفت هذا الفيديو بتمنى انك تكتب تحت بالتعليقات انك انت شاهدته لهذا الفيديو وتثبت وجودك تحت بالتعليقات. استاذ ادم شو قال لي يا زيد بدي تعطيني رايك بتكنو سبارك جو 2024. فاليوم فكرة الفيديو اليوم عن تكنو سبارك 2024. وقبل ما نبدا فكرة الفيديو اليوم اهم شيء ما تنسى انك تصلي على النبي. فشوف يا ادم، انا راح اقول لك الاسباب او الحاجات ممكن انت تعتازها بس للالعاب، والحكي مو بس موجه لادم بس، بل الحكي موجه لكل المتابعين. انا بهذا الفيديو من خلال تسريبة المعلومات اللي جتني من تكنو سبارك جو 2024، والتسريبات اللي جتني من صاحبي ومن حدا غريب. صاحبي بالمدرسه اعطاني اداؤه بالالعاب وجربته بالالعاب، وراح اطلع ولا اقول لك كم فريم بيدعم، وهل واجهت مشاكل فيه ولا ما واجهت مشاكل فيه، وهل بنصحك فيه ب 2024 ولا ما بنصحك فيه. فتابع الفيديو للاخير وما تطف منه ولا ثاني، لانه الفيديو راح يكون كله معلومات جدا مهمه عن تكنو سبارك جو 2024 فقط للالعاب. يعني ما راح لك كاميرا ولا راح لك فقط للالعاب، الاهم الاساسيات ممكن انت تعتز بالالعاب بس. نهايه الفيديو راح لك اذا بيستحق الشراء لببجي موبايل ولا لا. بس هيك مشاهده الممتعه. رح نتكلم عن اول عنصر والعنصر المهم بهذا الجهاز وهو المعالج. راح لك كيف قوه هذا المعالج وهل فيه مشاكل ولا لا، ومن خلال المعالج فينا نعرف كم فريم بيدعم. فراح لك هلا كم قوه المعالج وهل قوي المعالج للالعاب ولا لا، وكم فريم بيدعم هذا او هاي قوه هي المعالج. هذا المعالج كم فريم بيدعم في ببجي موبايل. معالج هون يونيسك تي 606. بصراحه يا اخوان المعالج جدا ممتاز مقابل السعر اللي منطرح على هذا الجهاز. خلينا نبدا هلا باصول او خلينا نبدا بميزات هذا المعالج. هذا المعالج ممكن انه يستعمل لك للاستخدام الشخصي كثير ممتاز وكثير راح يكون سريع بالاستخدام الشخصي. هذا المعالج راح يقدم لك الاستخدام الشخصي يعني 100% استخدام شخصي، ولكن الالعاب الخفيفه موجه هذا الجهاز اكثر شيء. لو في حال بدك تشتغل العاب ثقيله مثل ببجي موبايل فراح يدعم 30 فريم، اكثر من 30 فريم ما راح يدعم في ببجي موبايل، راح ياخذ 30 فريم. والحكي قلت لكم اياه انا موثق 100%. هذا الجهاز بيدعم في ببجي موبايل بس 30 فريم، بس 30 فريم رح يكونوا كثير ثابتين وكثير ممتازين. يعني في عالم يعني بتحب تلعب 40 فريم، يعني اقل شيء ببجي موبايل بدك 40 فريم، بس 30 فريم تعد يعني ممتازة مقابل السعر اللي منطرح عليه. يعني معالجة جدا ممتاز بمعنى الكلمة، معالجة ممتاز راح يقدم لك 30 فريم بس ثابتين على كيفك. مو مثلا او مثلا ما بتنزل بالمود راح تفتح الخريطة بس راح يكون 33 فريم وراح يقلش شوي، لانه بتعرف سعره لهذا الجهاز ما موجه للالعاب جدا ثقيلة، بل موجه للالعاب الخفيفة كتير مثل فري فاير وهيك العاب وتحت، يعني وتحت تحت الفري فاير وهيك، او مثل العاب ببجي موبايل واونلاين ومايك اسطوري ومايكات اسطورية وعراق وسعوديه وكذا. فهذا الجهاز راح يقدم لك كل الامور اللي انت بتعتزها في لعبه ببجي موبايل، بس ما راح يقدم لك اياها بالشكل الممتاز 40 فريم مثلا 60 فريم، لا راح يقدم لك 30 فريم بس خذهم مني انهم ثابتين. يعني لو كنت بتلعب 20 او 10 فريم بدك تنتقل لل 30 فريم بس ثابتين ومحترمين، فما عليك الا بالتكنو سبارك جو 2024 راح يقدم لك 30 فريم بس ثابتين وعلى كيفك، راح يقدم لك 30 فريم. العنصر الثاني والمهم كتير واللي هذا بيشغل بال كل انسان وهو البطارية كم ممكن تشيلك في لعبة ببجي موبايل او للاستخدام الشخصي. رح نحكي للاستخدام الشخصي وكم تشيلك في الالعاب. جينا هون البطارية بحجم 5000 ملي امبير. يعني على الاستخدام الشخصي وغير على الاستخدام العادي اكيد، يعني الاستخدام العادي ببجي موبايل والعاب وحركات، اما الاستخدام الشخصي يعني واتساب فيس تويتر امور يعني شغل ولدنه تيك توك يعني شغل ولدنه. المهم هذا بيشيلك في الاستخدام الشخصي بيشيلك حوالي تقريبا نص يوم، يعني بيشيلك من 9 ساعات 7 ساعات ونص برياحة، 8 ساعات برياحة بيشيلك. اما العاب ببجي موبايل وهيك العاب فبيشيلك حوالي 4 ساعات ونص تقريبا، بشيلك 4 ساعات ونص تقريبا. استخدام الشخصي بشيلك حوالي 7 ساعات ونص ل8 ساعات حسب انت واستخدامك عليه. فمثل ما قلت لك انا هذا الفيديو موجه للالعاب، فرح اقول لك بشيلك بالالعاب حوالي 4 ساعات ونص. هذا جدا سعر قسما بالله يا اخوان، هذا افضل جهاز اقتصادي، جد افضل جهاز اقتصادي وعلى سعره الباهت، يعني سعره ببلاش بتاخده والله العظيم. ننتقل على العنصر الثالث وهذا كتير ممتاز واللي كتير لقيته منيح بهذا الجهاز واللي هو حجم الشاشه وكم هرتز بتدعم. يعني شوف لي هالجهاز الاقتصادي، يعني والله العظيم شركه تكنو بدها بوسه من بين نص عيونه وحياة الله. يعني وفرتنا شاشه كبيره بمعدل 6.6 بوصه، ووفرتنا الشيء المهم بهذا الجهاز هو 90 هرتز. في اغلب عالم بتفكر انه ب 90 هرتز هيك دقه الشاشه بتدعم 90 فريم، فلا لا تحكي غلط. الاعتماد على المعالج وعلى الرامات
اكتر شيء هو يساعد ليدعم 90 فريم، بس هذا ما بيدعم 90 فريم، مثل ما قلت لكم 30 فريم بس كتير ثابتين وكتير محترمين، كتير محترمين وكتير ثابتين. فالوان الشاشه لانه 90 هرتز الوان الشاشه وسلاسه الشاشه راح تكون عظمه بمعنى الكلمه، راح تكون عظمه الوان الشاشه، وهيك استراتيجيه الشاشه راح تكون كتير حلوه، والوانها وضغطها راح تكون كتير حلوه بمثابه ال 90 فريم، بس هو فعليا 30 فريم. لينا يا صديقي العسل ننتقل للقسم الرابع، واللي عندي اياه هذا جدا مهم لإلي، بخصني هذا القسم الرابع، اعتبروه بخص زيد. شوف لي هي العظمه، أنا ليش قلت لكم بخص زيد؟ لانه زيد بده ذاكره عاليه، بده ذاكره عاليه، يعني بده ذاكره للتصوير وللشغل للمونتاج، بده اقل شيء ذاكره 128. هيك زيد بده، هيك زيد بده فعليا. فذاكره 128 وراماته جدا ممتازه 4. لا تستهين برامات 4، بس اعتمادك انت على المعالج جدا، لانه المعالج جدا ممتاز، اعتمادك على المعالج وعلى الرسومات اللي هو 90 فريم. بس يا اخوان الذاكره كتير ممتازه وكتير عظمه بهذا الجهاز. سعر هذا الجهاز على حسب كل دوله، ولكن بالدولار سعره تقريبا $80 او $75. بس يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.